لو انت بتسوق جديد وخصوصا في مصر ففي قواعد مهمه جدا لازم تبقى عارفها. رقم واحد، لو العربيه اللي بتسوقها مانوال فمهم جدا ان انت تسيب مسافه كويسه بينك وبين اللي قدامك قبل ما تشغل العربيه وتبقى دايس دبرياج على الاخر، عشان وانت بتشغل العربيه ما تنطش على اللي قدامك وتخبطه. الحاره اليمين اللي عايز يمشي بطيء بس مش معنى كده ان الناس هتسيبك في حالك، لا، هيجوا وراك ويزمروا لك ويقلبوا لك نور وكل حاجه، بس انت حاول ما تهتمش بالناس اللي وراك وركز في طريقك وفي مكانك. السواقه مش تحريك للعربيه بس، انما متابعه الطريق، قرايه يفط، متابعه صوت العربيه، مركز مع كل حاجه بتحصل في العربيه. طبعا لو حاولت تعمل كل دوت في البدايه نسبه ان انت تطلع على شجره هتبقى اسهل من ان انت توصل المكان اللي انت رايح، بس مع الاستمراريه والممارسه كل حاجه بتيجي. اول فتره في السواقه محدش هيطلب منك توصله، بالعكس كله هيهرب منك، ما اصل العمر مش بعزقه. لو اتشتمت وانت بتسوق وده اكيد هيحصل عديها، لان الشتيمه مش بتلزق، مش عشان انت مؤدب لا، بس عشان انت لو ركزت في رد الشتيمه ممكن تخبط. اصبر على نفسك وبكره تكبر وتشتمهم. وانت بتسوق هتلاقي في ناس بتعدي جنبك بتجري جامد طياره، اوعى الشيطان يغرك وتجري زيهم، دول وحشين. المشاة عندهم غضب كبير من اصحاب العربيات، هتلاقيهم وانت ماشي على طريق سريع مره واحده يرمي نفسه قدامك. هم يستاهلوا ان انت تدوسهم بس ما تدوسهمش. طول ما انت ماشي في الشارع ما تحاولش تراضي العربيات التانية، وخليك دايما فاهم ان سواق الميكروباص اللي بيمشي ياخد غرز يمين وشمال مره واحده ويكسر على كل الناس ويقف في نص الشارع يحمل وينزل ناس، بينتقد كل العربيات وشايفهم حمير وما بيعرفوش يسوقوا. اكتر حاجتين هتعلمها لك السواقه هي الصبر والعصبيه في نفس الوقت. مفيش عربيه في مصر مش مظبوطه، فما تحاولش تصرف على شكلها خارجي قوي، يعني انت بتقعد جواها ما بتقعدش على الكبوت. اللي يقول لك العربيه بيت تاني ما تصدقوش، العربيه بيتين تانيين، مصاريف كتير وصيانه، وفي الاخر هتسيبها عند الميكانيكي لو عربيه قديمه، وهتسيبها في التوكيل لو جديده، وهترجع تركب مواصلات عادي خالص. اخر حاجه بقى ومهم جدا تبقى فاهمها ان العربيات زي الجواز، اللي مش معاه يموت ويشتريها، واللي معاه مش طايقها بس مش قادر يسيبها.